تصريح خطير من أنيس بوغلبان مدرب المصري يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على المصري، ويصفع صحفي زملكاوي يهاجم النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على النادي المصري واعتلائه صدارة الدوري المصري ب 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، فقد صرح مدرب المصري أنيس بوغلبان وأدلى بتصريحات مباشرة بعد هذه المباراة وقال: أنا كنت أعلم جيدا أن مباراتنا أمام النادي الأهلي ستكون صعبة للغاية، وخاصة بعد قيادة عماد النحاس تدريب النادي الأهلي الذي قدم مستويات لا بأس بها، وخاصة في آخر مباراتين أمام بتروجيت وحرس الحدود. فلاعبي النادي الأهلي أصبحوا متحررين هجوميا مع عماد النحاس، على عكس ما كانوا مع كولر الذي كان يؤيدهم دفاعيا. وهذا الفرق بين عماد النحاس وكولر. وسأله الصحفي وقال له: أن تتوقع أن يفوز بالدوري، وخاصة بعد اعتلاء النادي الأهلي صدارة الدوري بفارق نقطتين، مع العلم أن بيراميدز له مباراة مؤجلة؟ فرد وقال: أعتقد أن الأهلي سيضغط على بيراميدز نفسيا بعد اعتلائه صدارة الدوري بفارق نقطتين، وأعتقد أن بيراميدز سيتأثرون نفسيا ومعنويا بعد صدارة النادي الأهلي، وخصوصا أنهم مقبلين على المباراة النهائية مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهذا سيربك الجهاز الفني واللاعبين بعد صدارة النادي الأهلي. فبعد أن اعتلى النادي الأهلي صدارة الدوري، أعتقد أنه لن يتنازل عن بطولة الدوري، وأعتقد أن الأهلي من سيحسم الدوري في النهاية لصالحه. وسأله صحفي زملكاوي وقال له: هل تتفق معي أن التحكيم يساعد النادي الأهلي، وأن الاتحاد المصري والرابطة لم يطبقوا لائحة الدوري بخصم 6 نقاط من النادي الأهلي وخصموا 3 نقاط فقط، وهذا يدل أن اتحاد الكرة يساند النادي الأهلي؟ فرد وقال: أنا لا أتفق معك نهائيا، لأن النادي الأهلي لا يحتاج إلى التحكيم، وهذا ما شاهدناه في مباراة اليوم. لقد حرم الفار النادي الأهلي من هدف أعتقد أنه صحيح لوسام أبو علي. فالأهلي هو أكثر فريق يعاني من التحكيم المصري، بالدليل أنه طلب حكام أجانب لمباراة القمة مع الزمالك، ورابطة الأندية رفضت طلب النادي الأهلي، وجلبت حكام مصريين بالعند في النادي الأهلي لمباراة القمة، وهذا الذي رفضه النادي الأهلي جملة وتفصيلا، لأنه كان يريد حكام أجانب، لأنه يعلم أن التحكيم المصري سيقف ضده في مباراة القمة. أما بالنسبة لخصم ال3 نقاط من النادي الأهلي، أعتقد أن النادي الأهلي كان موفقا في اختياره بعدم لعب مباراة القمة، وبصفتي أنني أهلاوي ولعبت في صفوف النادي الأهلي وأنا أتشرف بذلك، أنا مع قرار النادي الأهلي جملة وتفصيلا، مع أي منظومة أو أي شخص يحاول حرمان النادي الأهلي من حقوقه. وأعتقد أن النادي الأهلي سيعتلي الدوري وسيحسم الدوري في النهاية على الأقل ب4 نقاط، وهو ليس في حاجة إلى ال3 نقاط الذين تتحدثون عنها، والأيام بيننا. وتذكروا ماذا فعل النادي الأهلي في الموسم الماضي بعدما كان الكل يتوقع أن بيراميدز سيحسم الدوري. جاء الأهلي في النهاية وخطف الدوري وبفارق كبير من النقاط عن بيراميدز. هذا هو النادي الأهلي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.